شوف، في فرق بين انك انت تكون متصهين ويكون عندك مصالح مع اسرائيل لاسباب سياسيه، ويكون هذا مفهوم. مصر تسويها، الاردن تسويها، لكن لاحظ الدولتين هذه هم مطبعين. لاحظ هم مطبعين، مصر والاردن على سبيل المثال. الا ان الاردن تحديدا الشعب يتظاهر فيها، دعم كامل، يعني خروج في الشوارع، خطب المسجد، الشيوخ، العلماء، كل شيء. مصر ايضا سامحين يا رجل. مرتضى منصور جالس يترحم على صاحبنا الله يرحمه، مرتضى منصور حق الكوره، فنانين وممثلين مشاهير، مسموح الكلام ذا. الامارات ايضا حينما حصلت الاحداث الاخيره في غزه قبل كم يوم، حساباتهم الكبيره وكذا ما شتموا، وانما قالوا لا نتحدث في الموتى. من الوحيد اللي باقي سافل؟ التسفل، مستوى الوضاعة والانحطاط، من اللي وصلوا له؟ الوحيدين في المنطقة كلها جماعتنا. لذلك صارت في هبة كبيرة عربية عالمية إسلامية على التسفل اللي سووه ضد المرحوم رحمة الله عليه. كل العالم الآن حذفوا التقارير وتراجعوا وبدأوا. فهمت؟ هذا هو الفرق بين الأمر الطبيعي والسقوط والانحلال الأخلاقي. عارفين مصالح سياسية، وانك تبي تصير منبطح، وانك تبي تصهين، وانك تبي تخضع، وانك تبي علاقات مع الصهاينة، بس مش للدرجة ذي. فشكرا على الملاحظة ذي.